النهاردة وبتاريخ 20/11/2022 بنشهد افتتاح كأس العالم قطر 2022. حدث تاريخي، حدث هيكون عالمي، كل العالم هيتفرج عليه. حدث من أهم وإن ما كانش أهم حدث في تاريخ كأس العالم وفي تاريخ كرة القدم. الحدث اللي بيضم منتخبات عمالقة بحجم فرنسا، ألمانيا، أسبانيا، هولندا، الأرجنتين، البرازيل، البرتغال، عمالقة الكورة في العالم. فسريعا تعالوا مع برنامجنا هيكون اسمه الميكانيكي، وده هيكون معاكم لتغطية كأس العالم. هنهبط، هنرزع، هنتوقع، هنلعب مع بعض، هننزل محتوى ساخر عن كأس العالم، هنعمل كل اللي انتوا نفسكم فيه. فما تنساش تدعمني باللايك والسبسكرايب عشان يوصل لك كل جديد، وتابعني أول بأول كل يوم لمدة 30 يوم في كأس العالم عشان نغطي البطولة بشكل كامل. نبدأ مع بعض. معانا مجموعات معانا مجموعة A: هولندا، السنغال، قطر، الإكوادور. أنا بشوف إن حظوظ هولندا في المجموعة دي عالي جدا إن هي تصعد أول مجموعة في ظل وجود نجوم زي فان دايك، دي ليخت، ديونج، ممفيس ديباي، دومفريز نجم انتر ميلان، ناس كتير. السنغال طبعا بيأثر عليها غياب ساديو ماني وده اتأكد غيابه بشكل رسمي عن كأس العالم، ولكن انا شايف ان حظوظ السنغال ممكن تعدي من المجموعه دي. قطر الدوله المستضيف واللي هتنظم البطوله، حسن الهيدوس، اكرم عفيفي، المعز علي، عندها طموح ان هي توصل لادوار متقدمه في البطوله عشان تحافظ على منظرها الافتتاحي ومنظرها ان هي البلد المستضيف لكأس العالم. الاكوادور طبعا يعني احنا حتى القائمة يعني ما فيهاش أسماء نقدر نقول إن هي معروفة أو تعمل تأثير في إن هي ممكن تصعد من البطولة. المجموعة التانية بتضم إنجلترا، أمريكا، إيران، الويلز. مجموعة الحرب العالمية الثالثة، مجموعة الدمار الشامل. إنجلترا حظوظها في إن هي تصعد أول كبيرة. إنجلترا، أمريكا، إيران، الويلز. إنجلترا متسلحة طبعا بنجوم صغيرين في السن ونجوم عناصر خبرة زي هاري كين، صغيرين في السن زي بوكايو ساكا، جود بلينجهام، الناس دي. تمام. انجلترا انا شايف ان هي حظوظها اقرب في الصعود من المجموعة. امريكا، ايران، الويلز هيتصارعوا على المركز الثاني. امريكا، ايران منافسة هتكون صعبة جدا، فيها كمية كلاحة غير عادية. كله طبعا في ظل ان ايران بيدربها كارلوس كيروش المدرب السابق لمنتخب مصر، فده هيخلي ايران بتلعب باسلوب محكم دفاعيا اكتر. طيب، معانا المجموعة الثالثة: الارجنتين، المكسيك، السعودية، بولندا. مجموعة فيها كل منتخب فيه لعيب مؤثر، لعيب كبير. عندك الارجنتين ميسي ورفاقه، ومش محتاجين طبعا نتكلم على الارجنتين والاسماء اللي فيها. عندك طبعا المكسيك، اوتشوا اللي من ايام كاس العالم ما بنشوفوش من يعني غير كل كاس عالم من 2006 معانا اوتشوا ومكمل. بولندا، السعوديه، بولندا روبرت ليفاندوسكي، السعوديه سالم الدوسري واللي معاه. هتشوف فيها كورة جميلة. أنا بشوف إن المجموعة دي هنتفرج فيها على كورة جميلة، هنتفرج فيها على بوادر لأداءات هتبان بعدين معانا في الأدوار المتقدمة، خصوصا في المجموعة دي. المجموعة الرابعة: فرنسا، الدنمارك، استراليا، تونس. الفرنسا يعني أنا شايف إنه حظوظها في ان هي تصعد اول مش اكيد، يعني مش اكيد ان فرنسا ممكن تصعد اول، خصوصا انه غياب كانتي وبوجبا، رمانتين الميزان لنص ملعب فرنسا، مخلي فرنسا انا شايفها في نظري منتخب فاقد القدرة على يعني احتلال او امتلاك خط النص قدام اي منتخب ممكن يلعب، الا لو كان منتخب هو ضعيف. يعني منتخب مثلا زي استراليا ممكن ساعتها فرنسا تمسك كورة في نص الملعب عليه، ولكن انا اللي مخوفني من فرنسا انه مفيش خط نص يحترم، يعني كامافينجا، تشواميني، ريال مدريد، فوفانا بيلعب في موناكو، ولكن خط نص شباب مفهوش اي عنصر خبرة يقدر انه يقود معركة نص الملعب بينه وبين اي منتخب ممكن يلعبه. معانا الدنمارك، والدنمارك طبعا
منتخب اندر ريتد، يعني منتخب محدش معتبره او مصنفه من المنتخبات القويه معانا، ولكن انا شايف ان الدنمارك منتخب كويس جدا وممكن ان هو يعمل حاجه البطوله دي. استراليا طبعا صعدت بالملحق كلنا عارفين، بس يعني استراليا اخرها دور مجموعات مش هتصعد عنه. تونس منتخبنا العربي اللي هيشرفنا في كاس العالم، انا بأمل كده حاجه شخصيه كده من جوايا انه تونس تعمل حاجه البطوله دي. معانا المجموعه ايه: المانيا، اسبانيا، اليابان، كوريا. المانيا، اسبانيا يعني مجموعه هي تحيرك في مين اللي هيطلع الاول ومين الثاني، ولكن اسبانيا بحكم ان هي بتمتلك عناصر شابه، المانيا بتمتلك برضو عناصر شابه اكتر، جمال موسيالا، عناصر خبره زي جواو كيميتش، جوريتسيكا، توماس مولر، ده اهم عنصر خبره موجود في المنتخب الالماني اللي هيخليه في سيطره واستحواذ او المنافس يخاف منه بعض الشيء. مدربهم هانز فليك سفاح، وشفنا اداءاته مع البايرن كانت عامله ازاي. انا بشوف انه المجموعه دي، انا بشوف ان المانيا ممكن تصعد المجموعه دي يعني بحكم لويس انيركي خبره كبيره مع المنتخب الاسباني، يقدم عناصر شابه ومواهب للعالم، العالم كله متسلط الضوء عليها، زي بيدري، زي جافي، زي ناس كتير يعني اكتشفهم، خصوصا اليخاندرو بلدي اللي انا متوقع ان هو هيكون موهبة هتلفت أنظار العالم، النوادي هتتصارع عليه بعد ما اتصاب خوسيه جايا واستدعاء بلدي للمنتخب الأسباني عشان لأول مرة في حياته في سن صغير إنه يمثل بلاده في كأس العالم. برضه في نفس المجموعة اليابان، كوستاريكا. اليابان أنا شايف حظوظ اليابان في إن هي تصعد ثالث أكبر من كوستاريكا. كوستاريكا ما فيش غير كيلور نافاز هو اللي ممكن يعني، وده حارس مرمى، هو هيعمل اللي عليه يعني الراجل هيأدي في الملعب، ولكن يعني هم اخرهم رابع المجموعه. معانا المجموعه اف: بلجيكا، المغرب، كرواتيا، كندا. انا بشوف ان المجموعه دي بلجيكا طبعا اخر وديه قصاد منتخب مصر خسرت 2-1. بلجيكا لو ظهرت بنفس الاداء، انا عارف ان بلجيكا ممكن ما تظهرش بنفس الاداء ده، ولكن دي مباراه وديه وما نحطش اي توقعات عليها وما نبنيش اي رؤيه عشان نشوف المنتخب ده هيروح على فين في كاس العالم. ولكن برضو الوديات غير الرسميات، الوديات ليها حسابات والرسميات برضو ليها حسابات في الماتشات كتير، في التكتيك، في التشكيل، في كل حاجه، وطبعا كلنا عارفين الكلام ده. انا بشوف ان بلجيكا هتعدي المجموعة عادي خالص كأول، ولكن أنا المفاجأة اللي بشوفها إنه كرواتيا هتودع من المجموعات. طبعا كان وصيف كرواتيا وصيف بطل العالم كأس العالم 2018 قصاد فرنسا اللي توجت بيه كبطلة لكأس العالم، ولكن أنا بشوف إن كرواتيا هتودع من المجموعات. المفاجأة هتكون المغرب تاني مجموعة كمنتخب عربي هيشرف العرب بإذن الله في كأس العالم وهيروح. أنا بشوف إن المغرب الأقرب في المنتخبات العربية والأفريقية اللي ممكن يروح لأدوار متقدمة في كأس العالم. أتمنى إنه يكرر إنجاز الجزائر قصاد ألمانيا سنة 2000 كأس العالم 2014. معانا المجموعة جي: البرازيل، سويسرا، صربيا، الكاميرون. مجموعة سهلة، مش نسبيا سهلة، حتميا للبرازيل ان هي تصعد منها اول، خصوصا في وجود يعني حرب في هجوم البرازيل، اسماء مدججة امثال نيمار، ريتشارلسون، فينيسيوس، رودريجو، رافينها نجم برشلونة. لا، هي هتحسم العلامة الكاملة في المجموعة دي بكل سهولة. 9 نقط هتكون البرازيل حاصلة عليهم. الصراحة هيكون على المركز الثاني سويسرا، صربيا، الكاميرون. انا بشوف ان ممكن سويسرا حظوظها اقرب المجموعة دي، البرازيل اول، سويسرا ثاني. المجموعة الأخيرة آخر مجموعة، مجموعة اتش: البرتغال، أوروغواي، كوريا، غانا. البرتغال
حظوظها في ان هي تصعد اول برضو مش اكيد، في ظل المناوشات اللي بتحصل في معسكر المنتخب البرتغالي، برونو فرنانديز، جواو كانسيلو، كريستيانو رونالدو، الحرب النفسية المضغوطة على كريستيانو في انه لازم يعمل حاجة في كاس العالم، لازم يرد على المنتقدين، يرد على اني انا مانشستر يونايتد هي سبب في يعني انخفاض مستوايا، وان انا مع المنتخب اقدر ان انا اعمل حاجه واوصل بالمنتخب لادوار متقدمه. ولكن انا بشوف انه البرتغال والاوروغواي ايا كان مين فيهم اول او تاني، انا بشوف انه البرتغال باذن الله اول مجموعه، اوروغواي تاني مجموعه، كوريا بقياده سون هتكون ثالث، وغانا البلاك ستارز هتكون رابع مجموعه. دور ال 16 معانا دور ماتشاته مرعبة، ماتشاته كبيرة. أنا توقعت إنه توقعت إنه في المجموعة الأولى هولندا السنغال برغم غياب ساديو ماني، قطر الإكوادور. هولندا أول مجموعة، السنغال تاني مجموعة، قصادها مجموعة بي إنجلترا، أمريكا، إيران، ويلز رابع مجموعة. فبإذن الله أول ماتش هولندا أمريكا، تاني ماتش انجلترا هتلاعب السنغال. مجموعة سي ودي، مجموعة سي الارجنتين المكسيك، تاني مجموعة دي فرنسا والدنمارك. مواجهة زي الارجنتين والدنمارك هي مواجهة انت هتشوفها هتتبني عليها رؤيتك بشكل واضح للي ممكن يحصل بعدين في البطولة. مباراة هتكون ممتعة جدا، مباراة هتشوف فيها كورة جميلة. فرنسا والمكسيك، فرنسا بالخبرة تصعد على المكسيك. طيب المجموعة ايه والمجموعة اف، المانيا اول مجموعة، اسبانيا تاني مجموعة، مجموعة اف بلجيكا اول مجموعة، المغرب تاني مجموعة. هيكون معانا ماتشات المانيا ضد المغرب واسبانيا ضد بلجيكا. انا بشوف المانيا والمغرب مباراة باذن الله هتكون زي مباراة الجزائر والمانيا كاس العالم 2014. اللي اتفرج على المباراة دي هيفهم قد ايه احنا ممكن نروح لمستويات متقدمة حتى مع فرق بحجم المانيا والمنتخبات الاوروبية الكبيرة. انا بشوف ان المانيا والمغرب، المانيا هتعدي بلجيكا واسبانيا. يعني بلجيكا بتمتلك عناصر خبرة أكتر، كفاية وجود دي بروين مع المنتخب البلجيكي، النجم الأول للمنتخب البلجيكي حاليا، ده كفاية وجوده. ولكن لويس إنيركي اللي هيكون ليه حسابات تانية، وأسبانيا هتصعد على بلجيكا. طيب عندنا المجموعة جي والمجموعة اتش، آخر مجموعتين. المجموعة جي هيكون البرازيل وسويسرا متأهلين من المجموعة اتش هيكون البرتغال أول مجموعة، أوروغواي تاني مجموعة. البرازيل، أوروغواي، والبرتغال، سويسرا. أنا بشوف إن ماتش البرتغال وسويسرا هو رونالدو هيقدر إن هو يعدي سويسرا. يعني ممكن سويسرا تعمل ماتش محترم بصراحة على البرتغال، ولكن رونالدو بالعناصر اللي معاه اللي هتكون بتساعده بقدر الامكان. انا مش بتكلم هنا على برونو فرنانديز، انا ما اعرفش برونو فرنانديز ممكن هيكون حساباته بره الملعب هتكون برضو زيها زي برضو هيحصل جوه الملعب، ما اعرفش. ولكن وجود برناردو سيلفا، جواو كانسيلو هيسهل امور كتير على رونالدو في انه يقدر يقود منتخبه ويصعد بيه على حساب سويسرا. طيب البرازيل اوروغواي، مواجهة امريكا لاتينية، مواجهة هي هتكون مليئة بالكلاحة بالاستماتة على الكورة، وده طبع اللاتينيين. انا بشوف ان البرازيل بالعناصر الفتاكة والاسلحة اللي تمتلكها هي هتصعد على اوروغواي. عندنا مواجهات دور الثمانية هيكون معانا هولندا هتصعد على امريكا وتروح دور 8، هتلاعب مين؟ الارجنتين هتصعد على الدنمارك، وبرضه هتروح دور 8 عشان هولندا تقابل الارجنتين في دور 8 في مواجهة بتفكرنا بذكريات كاس العالم 2014، من النسخ اللي ممكن تتفرج عليها وتستمتع بكرة القدم فيها فعلا. انا يمكن اول كاس عالم اتفرجت عليه في حياتي كان كاس العالم 2010 ايام دييجو فورلان وجنوب افريقيا
وكان كاس العالم فعلا يعني شيق وحلو جدا. ولكن كاس العالم 2014 يعني اول كاس انا ابتديت اوعى فيه شويه على كره القدم، وان انا افهم دنيتها اكتر، وان انا يعني افهم العناصر اللي بتمتلكها المنتخبات وكل حاجه. انا بشوف ان هولندا والارجنتين مواجهه هتتكرر تاني في كاس العالم 2022 في قطر. طيب معانا المانيا، المغرب، بلجيكا، اسبانيا. طيب المانيا هتصعد على المغرب، البرازيل اوروجواي. البرازيل هتصعد على اوروجواي عشان المانيا والبرازيل. واضح انه قطر 2022 من التوقعات يعني، وده رزعي وهبدي انا، انه هيكون في ماتشات كتير من كاس العالم 2014 هتكون مكرره زي هولندا الارجنتين والمانيا البرازيل. ولكن البرازيل مش هتكون بنفس اداء البرازيل 2014 والمانيا ما كان بشايله 7. مفيش الكلام ده خالص. المانيا هتحسم الصعود، قصدي البرازيل هتحسم الصعود على المانيا. برضو دور الثمانية انجلترا هتكسب السنغال وتعدي. خلاص كده باي باي ساديو ماني ورفقائه. يعني كفايه ان هم صعدوا من المجموعات في ظل غياب ساديو ماني. ولا انجلترا هتصعد على السنغال عشان تلاقي فرنسا والمكسيك. فرنسا اللي هتكسب المكسيك بالخبره في كاس العالم هتلاعب انجلترا. طيب اسبانيا هتكسب بلجيكا في ماتش هيكون بيثبت للعالم انه العناصر زي الشابة اللي هي بيقودها لويس انيركي وفكره هي ممكن تقدر تتصل على الخبرة. الكورة ما فيهاش مستحيل. برضو والله ممكن برضو المكسيك تكسب فرنسا، ليه لا؟ بس انا بشوف انه فرنسا ابتدت من عندها لعنة انه بطل كاس العالم بيكون بيطلع من المجموعات في الدور اللي بعده. بس انا بشوف انه فرنسا عندما هي ابتدت معاها العقدة دي برضو هي بنفسها اللي هتخلص العقدة دي وهتوصل لأدوار متقدمة. كده معانا البرتغال، سويسرا. البرتغال بإذن الله هتعدي سويسرا عشان تلاقي أسبانيا في دور الثمانية. طيب الأرجنتين هتكسب بروح 2014 بالاستماتة بالقتال قدام هولندا. مش بعيد الماتش يوصل ضربات ترجيح، ولكن الأرجنتين هتكسب هولندا في ظل ان هولندا هتقدم بطولة وأداء كبير الناس هتسقف لهم عليه، وهيكون لهولندا خروج مشرف. طيب انجلترا وفرنسا. يمكن ناس كتير تستغربني، هو انا ليه توقعت ان انجلترا وفرنسا انجلترا هي اللي تكسب؟ زي ما قلت لك فرنسا هتروح بالخبرة، هتروح بمبابي خلاص بعد ما خبر يعني حزننا كلنا غياب كريم بنزيما عن كاس العالم واستبعاده. يعني فرنسا ما زالت برضو بعيدا عن بنزيما تمتلك عناصر خبرة، برضو كسبت كاس عالم، عناصر ماتشاتها الدولية كتير ليها في الماتشات الدولية، واخدة حساسية البطولات زي بطولة بحجم بطولة كاس العالم. ولكن انجلترا ممكن تفجر مفاجأة. انا بشوف ان انجلترا هتفجر مفاجأة وتصعد على فرنسا. فرنسا اللي برضو اهم حاجة ان هي ما طلعتش من المجموعات، هي كملت بس اخرها دور 8. طيب المواجهة الثانية هتكون البرازيل، وده بشكل رسمي يعني زي البرازيل هتصعد على ألمانيا ضد البرتغال. انا بشوف ان البرتغال لأول مرة مع رونالدو هتوصل يعني لدور برضو متقدم شوية في كاس العالم. يعني بدل ما احنا بنشوف البرتغال مثلا ممكن يطلع من المجموعات، ممكن يطلع من دور ال16، ممكن يطلع من دور ال8، لا البرتغال السنة دي ممكن يفجر مفاجأة بالروح او بانتهاء الحرب النفسية والتركيز على كاس العالم وتركيز اللعيبة واتحادهم مع بعض ان هم يوصلوا لحاجة في كاس العالم. انا بشوف انه البرتغال هتعدي اسبانيا وهتوصل نص نهائي. مين في النهائي ده كلام يعني كلام هو يمكن صعب نسبيا، وان كرة القدم طبعا ما فيهاش مستحيل. ولكن انا بشوف انه الارجنتين في النهائي، وده مش
تمني اوكي، انا بشجع الارجنتين، واللي يعرفني يعرف ان انا من عشاق ميسي، وان الارجنتين ده بلدنا في القلوب متشالة. ويوم ما شجعت الكوبا ده كان يوم ما يتنسيش، وشجعت الارجنتين ولما كسبنا الكوبا، وكانت ذكريات حلوة جدا. ولكن انا بشوف ان الارجنتين وانجلترا، لا الارجنتين هتكسب. الارجنتين يعني انجلترا هتروح هتعمل ماتش عالمي قصاد الارجنتين، ولكن الارجنتين هتكسب بالخبرة، هتكسب بميسي، هتكسب باللي معاه، هتكسب بالاستماتة. رودريجو ديبول، بارادايس، نجوم كتير، كريستيان روميرو، ليساندرو مارتينيز، إيميليانو مارتينيز في الجون. عناصر كتير بتمتلكها الأرجنتين تخليها كخبرة تكسب إنجلترا وتصعد نهائي. طيب المواجهة التانية معانا البرازيل البرتغال. البرتغال أنا بشوف إنه باي باي رونالدو، يعني خلاص صعدنا ادوار متقدمه، عملنا بطوله كويسه جدا للبرتغال. يقدر انه رونالدو يخرج من او يعتزل وهو رافع راسه، وان هو عمل انجاز مع البرتغال كويس جدا. ولكن انا بشوف ان البرازيل هي بالخبره ويعني يمكن الكلام عن البرازيل كتكتيكيا. يعني انت عندك مثلا عندك عناصر كتير، لو ما عرفتش تلعب جماعي مع بعض، هي بالاداء الفردي هي هتفك ماتشات، هتمتعنا، هتورينا كوره، هتعمل حاجه. بس البرازيل زي ما بيقولوا ممكن تكون وجعة الشاطر بألف. يعني البرازيل ممكن هيوصل مثلا نهائي قصاد الارجنتين، عشان الارجنتين يكسب كاس العالم بقياده ميسي، وميسي يرفع الكاس الغاليه، وكسب كاس العالم وختم علم كرة القدم. هتقولي انت ممكن تكون انت بتقول كده عشان ده تمني. هو ممكن فعلا انا بقول كده عشان ده تمني، ولكن المنطق والعقل والاداء والروح بتاعت الارجنتين، الكوره تكتيك الكوره، تشكيل الكوره، ممكن تقدر تشوف فيها حاجات فعلا العقل هو اللي بيحسمها اكتر من القلب. ولكن الارجنتين بالروح وبالعزيمه وبالتشكيل وبالقياده، زي قياده ليونيل سكالوني للمنتخب الارجنتيني، وانه كسب معاه الكوبا، واللي اتفرج على الارجنتين والبرازيل هيشوف مواجهه. ولكن يعني الناحيه الثانيه ممكن هتكون في ناس بتقول لي بس كره القدم بتاعتي فرصه للانتقام، ولكن ميسي كسب الكوبا كده نيمار هيكسب كاس العالم. مش شرط نعمل زي مصر والسنغال لما قلنا مثلا احنا لا احنا خلينا احنا هم ياخدوا الامم واحنا نصعد عليهم كاس عالم. ادي السنغال جت على جفانا، خدت مننا الامم وصعدت علينا كاس عالم. شربتها يا كروديا. حتى لو بغياب ساديو ماني، بس مش مهم، يعني هم صعدوا هيمثلوا بلادهم في كاس العالم وهيكونوا موجودين. طيب الارجنتين البرازيل، زي ما قلنا الارجنتين تكسب، يعني مبروك لميسي ورفقائه الحصول على الكاس الغالية. طيب انا هيهمني ده كله، ده توقعات ويمكن هبد ورزع مني، ويمكن تكون في ناس كتير شايفه ان انا ممكن مثلا بألف التوقعات شويه، ولكن دي من رؤيتي للمنتخبات ورؤيتي للناس اللي رايحه المنتخبات ورؤيتي لماتشات سابقه للمنتخبات دي. المهم طبعا رايكم انتوا في الكومنتات، ما تنسوش تجاوبوني على اسئله زي مين هيكون مفاجاه البطوله. ركز معايا، مين هيكون مفاجاه البطوله؟ مين منتخب كبير هيودع من المجموعات؟ وهتشجع منتخب ايه؟ الهداف مين هيكون هداف كاس العالم؟ لعيب صغير هيلمع في المونديال، ولو اني مثلا انا بشوف انه ممكن لعيب صغير يلمع في المونديال، وهو بوكايو ساكا نجم الارسنال. لعيب رايح بعزيمه، رايح بإرادة، أول كاس عالم ليا، عايز أثبت نفسي، عايز الناس تشوفني، عايز أعمل أداء الناس تبص عليا وتشوفني وتشوف قد ايه ان الانجليز هم بيمتلكوا عناصر شابه برضو، امثال غير ساكا، برضو امثال جود بلينجهام. يعني انا متوقع انه لعيب صغير هيلمع في المونديال هو هيكون لعيب انجليزي. الوصيف هيكون البرازيل. البطل باذن الله هيكون المنتخب الارجنتيني. المهم رايكم انتوا في الكومنتات، ما تنسوش اللايك والسبسكرايب لصفحه الميكانيكي عشان تتابعوا كل جديد معانا على مدار 30 يوم لكاس العالم. شكرا لكم.